إخوان السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في أفضل حال وكل شيء بخير وعلى خير. في البداية كنلتمس منكم العذر نظرا للغياب فترة طويلة لظروف صعيبة شوية. هاد الظروف هي كانت موضوعية مفروضة أكثر ما هي ظروف ذاتية. طبعا كل شيء كان في الموجة ديال الحرائق اللي عرفها شمال المغرب الصيف اللي قبل اللي فات. المنطقة اللي أنا ساكن فيها كان جزء منها، وهذا مقطع فيديو صورته في الوقيته اللي وصل فيها الحريق للقرية اللي أنا ساكن فيها. وهذا الشيء كان مصحوب بحرارة مفرطة وصلت تقريبا 45 درجة، يعني لمدة طويلة شوية ما بين أسبوعين حتى 3 ديال الأسابيع. يعني خلال هذه الفترة كان صعيب على الإنسان يحافظ غير على صحته ولا سلامته ولا ديورهم قبل ما يفكر هو في الكسيبة ولا المحاصيل الزراعية. يعني مور هذه الفترة بالذات أنا حبيت نبارطاجي معكم فيديوهات في اليوتيوب، لحقاش كاع الدجاج اللي كان عندي ما بقاش، سواء اللي مرض ولا اللي توضر ولا اللي تباع. كنت فقط كنحاول نحافظ غير على العباط باش نعاود نستأنف المشروع من جديد. وفي هذا الفيديو غادي نشارك معكم فين وصلت في مشروع تربية الدواجن، وغادي نهضر على 4 ديال المواضيع مختلفة ولكن هي في الحقيقة مرتبطة ببعضياتها. الموضوع الأول طبعا غادي يكون مخصص للدجاج، الموضوع الثاني غادي نهضر على الفقاصة والأهمية ديالها، أما الموضوع الثالث هو بخصوص تربية السمان اللي كنعتبره أنا مشروع فعال، وغادي تعرفوا علاش في التفاصيل. أما الموضوع الرابع فهو كيتعلق بتربية الأرانب اللي في الحقيقة النتيجة كانت صعيبة وصادمة، لدرجة كنفكر نحذف هذا الجزء من الفيديو. ولكن كما كتعرفوني انا كنحاول نبارطاجي معكم تجربتي بالايجابي والسلبي اللي فيها باش نتوما تستافدوا وما تطيحوش في نفس الاخطاء اللي انا طحت فيها. دابا ندخلوا نصوب الموضوع ونبداو بالدجاج. بالنسبه للدجاج اول حاجه ركزت عليها واللي هي كتمثل تقريبا ما يزيد عن 80% باش ينجح لك المشروع ديال تربيه الدجاج هو المسكن. كما كتشوفوا المسكن اللي كان عندي كان في هذا الشكل هذا، وهذا كان عائق الصراحه اللي خلاني نمشي بواحد الوتيره اللي هي بطيئه لدرجه انني حبست لمده طويله. هذا هو الشكل ديالو اللي كتشوفوا دابا من بعد ما صلحته. يعني حاولت نوفر فيه كاع الشروط الضروريه اللي كيحتاجها الدجاج باش يحافظ على صحته ويقدر ينتج لنا البيض. يعني اهم الحويجات اللي خاصك توفرها تكون كتناسب مع الجو بارد في الشتاء ومع الجو الحار اللي يعطيكم في الصيف. ومن هذه الناحيه الحمد لله انا باني الكوري بالطوب، يعني كيساعد باش يوفر السخونيه في الشتاء وشويه ديال البروده في الصيف. مادام حنا في فصل الشتاء الجو بارد بزاف، اخطر تحدي عندك دابا هو التيار الهوائي البارد اللي كيقيس الدجاج مباشره خاصه بالليل فاش كيكون راقد. يعني الا عندك الكولوندر في الكوري كون اكيد الدجاج ديالك غادي تصاب بامراض بحال الشخره والكوريزا اللي هي امراض سريعه الانتشار وخايبه بزاف. زائد ان الدجاج كيحبس انتاج البيض في خطره. داكشي علاش انا داير زربيه قبلت البلاصه اللي كيبات فيها الدجاج، زائد غلقت كاع السراجم بميكا باش الكوري يبقى سخون بالليل وما كيدوش فيه الكولوندير نهائيا. ثاني حاجه العلو ديال المسكن. بالنسبه للعلو ديال المسكن حبذا يكون العلو ديالو واصل 3 متر حتى 3 متر ونص، وهذا كيتحتاج فصل الصيف باش تقدر توفر واحد التهويه ممتازه فاش كيسخن الجو. انا في العلو ديال الكوري داير تقريبا 3 متر و20 ديال السنتيم. اما بالنسبه للقطيع ديال الدجاج كما قلت لكم في الاول كان بقات ليا نسبه قليله ديال الدجاج، عزلت منهم الدجاجات اللي هما زوينين وهما اللي بازيت عليهم باش نطلع قطيع جديد فقط عن طريق الحضانه. حيت كما هضرنا على المسكن والشروط ديالو حتى القطيع ديال الدجاج حتى هو عنده شروط ديالو. اهم هاد الشروط هو القطيع يطلع عندك باش كتكون هاني من ناحيه ديال القطيع ديالك حيت تربى وكبر عندك، يعني عارف شنو واخد شنو واكل، عارف شنو واش سبق له مرض ولا لا. زائد كيكون القطيع تربى ونشأ في واحد البيئه اللي غادي يعيش فيها ديما، ماشي بحال الا غادي تجيب قطيع من بيئه مختلفه وتجيبو لعندك بحال كيوقع له صدمه، خاص واحد المده عادي يقدر يتاقلم. في هذه المرحله يقدر يمرض لك ويعادي لك حتى الدجاج اللي ديجا عندك. داكشي علاش انا بديت في الحضانه ديال الدجاجه، ولما كترقد شي دجاجه عندي كناخذ بيض خليط السلالات من عند بعض الاصدقاء وشويه من عندي وكنحضن بحال اللي كنت كندير في الاول، غير هو الاختلاف اللي كاين هو في الطريقه ديال التربيه زائد التغذيه بحال العرف ديال الديماراج والكرواسون بالاضافه الى الفيتامينات ومضاد ديال التسمم. وهاد المره اعتمد على واحد القفص ديال السمان باش ما نضيعش في الفلوس نهائيا. غير كتفقس ليا شي دجاجه كنحطها في واحد البلاصه مامنه وكنعطيهم عارف الديمارات حتى كيكبروا
ويصاوبوا الرويشات ديالهم، عاد كندخلهم كنبدا نعطيهم عارف ديال الكرواسون، حيت حتى ما كيبقاش قادهم القفص كنخرجهم للكوري. هو الصراحة طريقة فعالة بالتجربة، غير هو من الأفضل يكون عندك مكان مخصص للفلوس حتى يوصل 4 شهور على الأقل، عاد ممكن ديرو في الكوري. ولكن بالنسبة للبداية والإمكانيات قليلة ممكن تاخد عشة صغيرة ماشي بالضرورة قفص. غير هو المشكل اللي كاين في هاد الطريقة هو ما غاديش تقدر تنجح تنتج جيل واحد في العمر واحد، يعني غادي يطلعوا لك أجيال مختلفة. وهنا كيجي الدور ديال الفقاصة والأهمية ديالها. وعلى ديك الفقاصة أنا خديت فقاصة صنع يدوي، ولكن الريجلاج اللي فيها كله أوتوماتيك، كتهز 300 430 بيضة مع عمرها خدمت. هذه أول تيست درتو بالبيض ديال الدجاج مع البيض ديال السمان، بغيت نختبر بها الجودة ديال الفقاصة وحتى نسبة ديال الخصوبة اللي عندي. دابا مازال ليها واحد الأسبوع تقريبا عاد غادي نقدر نشوف النتيجة. والأهمية ديال الفقاصة كما قلت لكم هو كتكمل داك الحلقة المفقودة إنجاح مشروع ديال الدجاجات، يعني كتخليك توصل ما يسمى بالدورة الكاملة اللي هي الأساس لنجاح المشروع. وهذا الموضوع غادي نناقشوه بالتفاصيل في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. تاني حاجة واللي هي مهمة بزاف، إنشاء قطيع في نفس الجيل، يعني كيسهل عليك تقابلهم بلي فاكسان ديالهم والعالف والفيتامينات والنظافة. فقط خصك تكون عارف باللي الكتكوت كيدوز من 3 ديال المراحل قبل ما يوصل لمرحلة ديال الإنتاج. يعني خصك توفر حضانة اللي غادي تستقبل فيها الكتكوت من بعد ما يتفقس، أي المكان اللي غادي يكون مخصص للشهر الأول، اللي بالضرورة تكون متوفرة في درجة الحرارة المناسبة على حسب العمر ديال الكتكوت. ثاني مرحلة من بعد شهر إلى 4 أشهر بالضرورة توجد بلاصة قادرة تستوعب الكمية ديال القطيع اللي عندك لمدة ديال 3 شهور. صافي من بعد كتاخد الكمية والنوعية اللي انت محتاج وكتضيفهم للكوري. كذلك انا كنشوف الفقاصة مهمة بالنسبة لي اكثر، وهذا الشيء عنده علاقة بالموضوع الثالث ديال هذا الفيديو اللي هو الموضوع ديال السمان، اللي الصراحة انا في الاول درتو غير تيست، ولكن مع الوقت لاحظت باللي السمان فعال مقارنة بالدجاج. وهاد الملاحظات هي اللي غادي نبارطاجيها معكم باش تفهموا شنو قصدت باللي السمان فعال مقارنة بالدجاج. الملاحظة الأولى هو أن السمان عنده مناعة قوية بالنسبة للأمراض، وعنده القدرة يتعالج في حالة إلى مرض ويرجع ينتج من جديد كما كان في الأول. الحاجة الثانية ما كياخدش مساحة كبيرة، فقط غير قفز الله فين ديرو. واخا كاين اللي كيبغي كيربي السمان بالطريقة الأرضية، غير بالنسبة لي أنا جربتهم بجوج وكنفضل التربية في القفز أحسن. الحاجة الثالثة وهي الأهم هو الإنتاج، يعني السمان قادر يعطيك نسبة الأرباح من البيض ما بين 50 حتى 70% على مدار السنة. واخا حتى في فترة البدالة السمان ما كيحبس إنتاج البيض، فقط كتقلل النسبة شوية ولكن ما كطيحش على 50%. وإذا كانت الظروف والجو ملائم كتوصل حتى ل 70%. وهاد النسبة باش نحطوها على أرض الواقع باش تفهم مزيان، يعني إذا كان عندك قطيع ديال السمان مكون فقط من الإناث مأهلة باش تبيض، إذا خدات ليك 300 درهم كتكلفة ديال الماكلة ديالها غادي تعطيك 300 درهم كأرباح كحد أدنى، أو 400 درهم كحد أقصى، أو 350 درهم كمتوسط الأرباح في السنة كاملة من البيض ديال السمان. أما إذا كان القطيع ديال السمان فيه الذكور غادي ياخد نفس التكلفة، ولكن نسبة البيض غادي تكون طايحة على حسب العدد الذكور اللي عندك. وهذا الشيء كامل ما يمكنلوش يتحقق الا بشرط واحد اللي هو غادي يكون الملاحظه الرابعه في هذا الموضوع ديال السمان، هو متعلق بالتغذيه. التغذيه بالنسبه للسمان باش ينتج البيض باستمرار هو العلف البيض. غير توقف العلف البياض للسمان وتعطيه ماكله اخرى كيحبس من انتاج البيض، وحتى اذا باض كيبيض بيض عنده قشره هشه يعني كتهرس دغيا، وفي بعض الاحيان بلا قشره. انا جربت جميع انواع التغذيه معهم خرج بنتيجه واحده لا غنى عنها، هو أن العلف البياض إذا بغي العلف البياض هو الماكلة اللي ممكن تعطيها للسمان إلا بغيتي ينتج ليك بيض باستمرار. الملاحظة الخامسة واللي هي التسويق، يعني باش تسوق بيض ديال السمان بالضرورة خصك يكون عندك بلاطوات خاصين بالبيض ديال السمان. أنا في الأول كان عندي البلاطوات، في الأول ما كانش عندي بلاطوات، جمعت عدد كبير ولكن ما لقيت فين نبيعو، حيت في الغالب التسويق ديال بيض السمان عندنا هنا في المنطقة كيكون مع المولين الدجاج أو المحلات ديال المواد الغذائية اللي كتكون كبيرة شوية على شكل ديال السوبر مارشي.
اولا كليان خاص ديالك كيكون بحال مثلا تريتور او ممول الحفلات، وهذا ممكن تبيع له غير بالحبه لحقاش كيستعملوه غير في تزيين الاطباق في الحفلات والعراسات. وكاين ناس كيستخدموه لاستهلاك اليومي، مع الوقت غادي تتعرف عليهم. كل مره فاش كيعيط لك شي واحد فيهم كيكون باغي ما بين 300 200، اقل حاجه يطلب لك هو 100 بيضه. اما الملاحظه السادسه والاخيره هو ان السمان كينقص في معدل انتاج البيض فاش كيوصل العمر ديالو عام. يعني القطيع ديال السمان خاصك كل عام تبدلو بسمان جديد. داكشي علاش انا فاش بغيت نجدد القطيع ديال السمان ما فكرتش نشري سمان واحد اخر، ولكن فكرت انا ننتجو عندي، يعني انا اللي نفقصو ونوجدو حتى يوصل لمرحله ديال الانتاج. مع العلم ان السمان فقط في 25 يوم في 45 يوم كيبدا ينتج البيض. داكشي علاش انا شريت غير الذكوره، ضفتهم مع السمان اللي كان عندي باش يعطي بيض مخصب، وشريت فقاصه درت فيها البيض كما شفتوا في الاول ديال الفيديو. لحقاش السمان اللي عندي مازال ليه غير شهرين ويكمل عام. وان شاء الله فاش يفقس البيض غادي نبارطاجي معكم بالصوت والصوره كاع المراحل اللي كيدوز منها السمان حتى كيوصل للمرحله ديال الانتاج. غير ما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم الفيديوهات اللي هما جداد. اما فيما يخص موضوع الارانب، انا الصراحه ما كانش عندي شي فكره، يعني درتو بحال ممكن تقول غير صدفه. يعني ما كانتش عندي شي صوره واضحه في دماغي في التربيه ديال الارانب. درتو بحال بغيت نكتشف المشروع ديال التربيه ديال الارانب كيفاش داير. حيت في الاول انا عن طريق الصدفه لقيت واحد القنيه ضاره معروضه للبيع، شريتها. هي هاد الكحله اللي كتشوفوا دابا في الصوره، جبتها صايبتها بلاصتها، تسنيت تحت ولدات، عاشوا ليها ثلاثه، وملي كتشوفوا دابا جوج نتوات وذكر. من بعد جبت ذكر واحد اخر، ولدات ليا الولده الثانيه ما عاشولهاش، حيتاش ما كانش كترضعهم. ولدت المره الثالثه كذلك نفس المشكل. ولكن فاش كبر ولادها الاولين صافي ذبحت الذكر اللي شريت وخليتهم غير بربعه. فاش ولدوا لي في نفس الاسبوع تقريبا، وهاد المره عاشوا اليوم كلهم تقريبا. صافي بقيت مقابلهم مزيان واهتميت بالموضوع شويه، بقيت مواكب معاهم، هما كيولدوا باستمرار حتى وصل العدد تقريبا شي 40 حبه. ديك الساعه كان بالضروره اني نعزل الفروخه للولا، وداكشي اللي درت. صايبت بلاصه اخرى، عزلت الفروخه الاولى وخليت غير الصغار اللي مازالين كيرضعوا. المهم مشات الامور على ما يرام، حتى لواحد النهار صادفت العلف ديال الارانب. خديته حيت اصلا انا كنت كنشوف البنيه الجسديه ديال الارانب ضعيفه شي شويه، خاصه الامهات من بعد ما كانوا كيولدوا باستمرار. هنا وقع الخطا اللي درت، هو ان هذا العلف خديته على اساس علف مخصص للارانب، يعني غادي ينفعهم بزاف. وما انتبهش باللي هذا العلف كتعتبر ماكله جديده بالنسبه ليهم، يعني ممكن يضرهم ويسبب لهم تسمم دموي. فعلا هادشي اللي وقع الاخوان، قدر الله وما شاء فعل، صابوا بتسمم دموي. لحقاش انا ما كنتش داير لهم تلقيحات، لحقاش الارنب حساس بزاف بالنسبه للامراض. الا كان ما ملقحينش ومرض صعيب باش تعالجهم، هما اصلا ما غاديش يعطيو حتى شي فرصه باش تقدر تعالجو. يعني في ظرف 48 ساعه اللي كانت عندك 100 حبه وتصابت لك المرض، ممكن تمشي لك كلها. وداكشي اللي طرا ليا. داكشي الخوت نصيحه مني الى اي واحد كيفكر يدير مشروع ديال تربيه الارانب. خاصك تكون اول حاجه تكون غارق معلومات، يعني تكون ملم بالموضوع من ناحيه ديال المعلومات. ثاني حاجه، خصك تكون على الاقل عندك واحد التجربه. ما كيهمش واش تكون ناجحه ولا فاشله، المهم تكون عندك واحد التجربه كعايشتي الارانب هكا في ارض الواقع. ثالث حاجه هو اللي خصك تكون حذر. تكون حذر من واحد النسبه كبيره مقارنه، ماشي بحال المشروع ديال الدجاج ولا اي مشروع اخر. تكون حذر في العلاقه مع الارنب لانه حساس بزاف. من ناحيه الانتاج كينتج، ولكن في المقابله ديالهم شي شويه كياخذوا اهتمام كبير وكياخذوا رعايه وكياخذوا على الاقل تكون داير لهم التلقيحات ديالو ومحافظ للوقت ديال التلقيح، وتكون حذر في الماكله ديالو. دابا انا حاليا بعد ما شفتوا هذا القطيع هذا كامل، دابا انا حاليا زيرو ارنب في المزرعه. كنفكر عادي نرجع نديرهم، ولكن خصني حتى نكون وصل لمرحله ديال انني موفر الشروط كامله، عاد نقدر عاوتاني نعاود التجربه من جديد باش نستافد من التجربه هذه اللي فاتت.
وفي الختام كنبغي نقول لكم سمحوا لي على الإطالة، واخا حاولت نختصر على قدر المستطاع مازال كاينين شي تفاصيل ما دويتش عليها، على أساس مازال غادي نحط فيديوهات كتخص كل موضوع بوحدو. داكشي علاش كنلتمس منكم تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الإشعارات، لحقاش أنا ما غاديش ننزل فيديوهات كل نهار. أنا فقط كنبارطاجي إلا إذا كانت شي حاجة جديدة أو إذا كانت معلومة مفيدة تقدر تفيدكم. إلى هنا كنقول لكم ساعتكم سعيدة وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، والسلام عليكم.